السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا نعمل مع بعض بطاطس بطريقة حلوة قوي. نعمل بطاطس سناكس، هنعملها بطريقة جميلة قوي وبمكونين 2. يلا بينا نبدأ كده ونسمي الله. بس اهم حاجة ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. اول حاجة جبنا معانا بطاطساية حجم كبير، قطعناها معانا مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده سلقناها في المية. اول ما اتسلقت معانا سيبناها هديت شويه، وبعد كده هرسناها. بعد ما هرسناها نزلنا عليها بمعلقتين كبار من النشا وشويه ملح صغيرين، ونزلنا على طول بشويه من التوابل بتاعه الجبنه بتيجي من عند العطار، وهرسناهم جامد قوي. اهم حاجه وانت بتهرسيها تبقى هرسها ناعم خالص معاك. انا نزلت كمان بنص معلقه كمان من التوابل بتاعه الجبنه، تخلي طعمها حلو قوي، مش محتاجه اي حاجه تاني معاك. اهم حاجه يبقى قوامها ناعم خالص وكريمي كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى بنصبعها معانا مكوره الاول كور صغنطوطه كده، ونصبعها مع بعض صوابع كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بنجيب معانا طاسه وننزل فيها بزيت الاول. اول ما الزيت يسخن معانا نقوم نازلين على طول بالبطاطس اللي احنا صبعناها، وطبعا بنصبعها وننزل بيها على طول. بعد كده يا دوبك بتاخد لون دهبي خفيف ونطلعها تاني نسيبها لحد ما تهدى، وننزل تاني على طول بيها في قلب الزيت. بتدي معاكي قرمشه حلوه قوي. هي كده بصراحه مش محتاجه اي حاجه تاني، بتبقى جميله جدا للاطفال. شايفين شكلها ولونها جميل قوي. اول ما بطلعها بقى على طول بصفها من الزيت. اول ما طلعت معانا من الزيت رشنا على طول وهي سخنه عليها التوابل بتاعه الجبنه. دي توابل بتيجي من عند العطار، بتبقى برضو للشيبس الناشف، جميله قوي. معاكي البطاطس دي برضو بتبقى جميله، مقرمشه خالص من بره ومفرغه خالص من جوه. شايفينها عامله زي البكسره، جميله جدا، مش شاربه منك ولا نقطه زيت. كده فيديو النهارده خلص. اتمنى انه يكون عجبك. لو عجبك الفيديو بتاعي لايك واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.